هل يملك سعيد من أمره شيئا أم إنه مجرد سجين في قصر قرطاج تحت إمرة ميليشيات عسكرية وأمنية بشهادة مفكر تونسي معروف؟ ماذا أصلح سعيد منذ انقلابه المفضوح على البرلمان والحكومة؟ ألم يصبح عالة حتى على الذين صفقوا له قبل أسابيع؟ ألم يقل عنه أحد الباحثين أنه لا يستطيع التراجع ولا يعرف كيف يتقدم؟ ألا تنبئ تصرفاته وردود أفعاله بأنه يمر في حالة نفسية صعبة تحتاج إلى علاج؟ السؤال المطروح، هل انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على وضع عال العال في تونس، على وضع ممتاز، أم إن التونسيين ضاقوا ذرعا بما يحدث لهم على الصعيدين السياسي والاقتصادي وحتى المعيشي؟ طبعا على مدى 10 سنوات الوضع في تونس كان على وشك الانهيار، فجاء الرجل، يعني الرجل لم يأتي وينقلب على وضع عال العال، انقلب على وضع سيء جدا، والكثير من التونسيين حتى هذه اللحظة ما زالوا يعطونه الوقت كي يفعل شيئا. الرجل جاء كمخلص. الوضع في تونس كان في وضع يعني سيء جدا سيء جدا. هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ لماذا لا نعطي الرجل بعض الوقت قبل أن نصفه بأنه يعني بحالة نفسية صعبة أو بأنه مجرد يعني أسير لدى الدولة الأمنية أو إلى ما هنالك؟ هو السؤال هو هذا دكتور فيصل، هل أن ما صنعه الرئيس الدولة يوم 25 يوليو، وأصر على كلمة يوليو، في تونس نستعمل جويلية، لكن عندما نقول 25 يوليو وحركة تصحيحية هذا القاموس المشرقي الانقلابي، يعني هل أن ما فعله الرئيس كان إنقاذا للوضع المتردي الذي كانت تعيشه البلاد أم مواصلة وتعبيرا عنه؟ هل أحدث قطيعة أم هو تعبير عن الأزمة؟ هل أن الناس الذين خرجوا يوم 25 يوليو طيلة النهار، هل الرئيس في الليل انتصر لهم أم انقض يعني على حركاتهم الاجتماعية؟ كان الحراك الاجتماعي على مدار 10 سنوات تقليدا تونسيا، أصبح من تراث الثورة التونسية أن الناس يتملكون الشوارع ويتظاهرون. منذ 25 يوليو ماذا تم حقنهم بشحنة عالية من التضليل، ومات الشارع المنتفض، مات الشارع الاجتماعي داخل وهم أن الرئيس هو المخلص. والحال أن ما حدث يوم 25 يوليو تم من داخل النظام، المنظومة والسيستم الذي عجزت منظومة 24 جويلية، يعني منظومة البرلمان وحكومة المشيشي، عن حماية السيستم، تحرك جزء ثاني من الدولة لإنقاذ السيستم، يعني لإنقاذ هذه الدولة التي واقعة في قبضة المافيا. هل رئيس الدولة يعني قادر بأجهزة الدولة البيروقراطية أنه يترجم ما قاله البارحة أنه أنا امتداد لثورة 17 ديسمبر وأنه 14 جانفي انقلاب وما تلاه كله يعني انقلاب؟ على رئيس الدولة أن يجيبنا متى كانت الدولة لها أدوار ثورية في التاريخ. الدولة وأجهزتها البيروقراطية أجهزة باردة وأجهزة بطيئة لا يمكن أن تنجز له ما يريد. هذا من جانب أول. من جانب ثاني، أن يعني ما الذي تغير يعني بعد الثورة؟ كنا نعيش في ظل دولة فاشية بوليسية، الاقتصاد في يد العائلات والسياسة ملغاة وتدار البلاد إدارة أمنية. جاءت الثورة نجحت إلى حد كبير في الانتقال من دولة الترويع إلى حالة ليبرالية متوحشة في يعني الحريات، لكن لم تمس ولو شعرة من دولة اللصوص، فوقعت الديمقراطية والحريات في قبضة اللصوص. هذا الذي جرى. خرجنا من دولة التجويع والترويع إلى دولة من الحريات والديمقراطية وقعت في قبضة مافيا لم يتم تفكيكها. ما فعله رئيس الدولة؟ هل على مدار يعني الشهرين، أعطيني ملامح فقط، أعطينا علامات أنك تفكك ما عجزت الليبرالية السياسية عن تفكيكه، يعني منظومة اللصوص الذين يسرقون ثروة التونسيين منذ عقود يعني طويلة. لم نرى هذا. رأينا السيد رئيس الدولة إما اعتقالات يعني في صفوف بعض يعني الناس على خلفية يعني أمانة آرائهم، لكن النواب الذين كان يقول أنهم يتلقوا 150 ألف دينار، يعني 150 مليون كما ينطقها التونسيون، هل تم
تم اعتقالهم؟ هل الوزراء الذين رفض أن يؤدوا القسم أمامه هل تم اعتقاله؟ هل الفاسدين والمافيات الذين تحدث عنهم السيد رئيس الدولة البارحة هل تم اعتقاله؟ السيد رئيس الدولة ينشط وكأنه أي ناشط فيسبوكي يحاكم الناس من خلال الأقوال. كان عليه وهو الماسك بكل أجهزة المعلومات أن ينقل ما في يديه من ملفات إلى القضاء إلى المحاكم، لكن السيد الرئيس يبدو أنه كغيره من نواب البرلمان الزغراطة والعياطة وغيرهم أنه للدعاية السياسية أكثر منه إلى تقديم الملفات بشكل هادئ ومدروس وموثق إلى القضاء. السيد الرئيس بسلوكه نزعم أو نشك أو معناها بدأنا على يقين أنه يمارس دعاية سياسية استعدادا إلى استفتاء اللي هو في جوهره بيعة ويحضر إلى الانتخابات القادمة. معني بتعبئة لشد أنصاره أكثر. حتى من هاجمهم ورد التونسيون بسخرية غزوة الرشكلو أو الذهاب إلى مصنع حديد، ما هال التونسيين أنه بعد 3 أو 4 أيام القضاء يقول أن هؤلاء في وضع سوي، بمعنى أن السيد رئيس الدولة لم يذهب إلى القطط السمان، لم يتم اعتقال من هم مطلوبون إلى محاكم مدنية ومحاكم عسكرية منذ 10 سنوات. إذا كانت الديمقراطية العرجاء فشلت في لجم هؤلاء، لماذا السيد الرئيس الماسك بكل الصلاحيات لم يمسك هؤلاء، لم يحاكم هؤلاء حتى يفهم التونسيين أننا فعلا أتمنا أو قمنا بقطيعة بين ديمقراطية عرجاء وبين إجراءات استثنائية فعالة. لم نرى شيئا من هذا. السيد الرئيس يواصل حملة انتخابية أكثر منه يمارس ممارسة رئيس بيده كل السلطات. السيد الرئيس يشد أنصاره بالتعبئة. سيد بوعزيزي بس خليني أسألك يا سيد بوعزيزي، سيد بوعزيزي بس خليني أسألك أنا أقدر أنك موجود في تونس والسيد الرئيس وعندك يبدو أن في فمك ماء إذا صح التعبير، تريد أن تقول شيء ومش قادر تقوله. السؤال الذي يطرحه التونسيون، أنت تعلم في آخر سنتين لبورقيبة كان الرجل خارج اللعبة تماما، خارج اللعبة، حتى كانوا يدخلون عليه كي يوقع لهم الفرمانات، ومسكين حالته مش قادر يسيطر على أعضائه الفيزيولوجية. الشيء نفسه الآن يقولون التونسيون عن قيس سعيد. قيس سعيد خارج التغطية، بتروح وبتلف وبتدور، والسيد الرئيس بق هالبحصة يا حبيبي. أخي المعروف عني أني ما هو في القفص فانفس كما يقال. عندما أقول سيد الرئيس ليس خوفا منه أو مغازلة له، هذا الرجل انتخبناه، هذا الرجل كان منتخبا. نصطدم مع الرئيس بن علي رحمه الله كنا نقول الدكتاتور، كنا نقول الطاغية. هذا الرجل انتخبناه. اليوم عندما نعارضه بشراسة لأننا انتخبناه نمارس أدوارنا المواطنية. الرئيس عندما تم انتخابه في ظرف لم نختره، ربما لأن التونسيون انتخبوه لأنه في الدور الثاني كان في مواجهة مافيوزي، وكانت فضيحة أن يكون رئيسنا مافيوزي. تم اختيار السيد الرئيس على استحياء وعلى نقد وعلى مسافة النقدية، لكن اليوم تقريبا لم يمارس أدواره كرئيس. أنا لا يمكن أن أطعن جميل وصلت الفكرة الأخلاقوي، ولكن أقول سيد بوعزيزي وصلت الفكرة، بس الوقت دهمني. سؤال أخير للسيد اليحيوي. سيد اليحيوي، أخطر بعض السياسيين والإعلاميين التونسيين الآن يتحدثون عن مستقبل مظلم لتونس على ضوء التناحر السياسي. أنت تعلم تونس ليس فيه قبائل وليس فيه عشائر وليس فيه طوائف كي تتصارع، لكن الانقسام السياسي الحاد في المجتمع التونسي ينذر للأسف الشديد بكل الشرور إذ لم تقع معالجته سريعا. أعرف كثير من الأصدقاء هذا الكاتب يقول: عاشت قبلنا أجواء شحن وتباغض وكراهية، وصلت أن تدمرت علاقة بعضهم بأحبته وأهله وإخوته وشريك حياته بل وحتى أبويه. لابد من وضع حد لهذا المناخ الذي يهدد تونس، عواقبه ستكون وخيمة جدا. تونس الآن هذا الرئيس ماذا يفعل؟ تحول التونسيون إلى ملل ونحل متناحرة. تونس البلد الموحد، بلد من طيف ديني واحد. تونس في خطر. من المسؤول؟ أليس هذا الرئيس الذي يدق الأسفين بين التوانسة؟ نعم، وفي الحقيقة الأمر كما ذكرتم، هناك بعض الأطراف التي تصب الزيت على النار وتحاول أن تصور الأمر في تونس أننا في حالة احتراب، رغم أنه طبعا بالنسبة لمن يعيش في عالم افتراضي ويتجول عبر صفحات الفيسبوك وينتهي بالأمر هناك، يقول فعلا أن هذا البلد يعيش في حالة احتراب. ولكن أعتقد أنه لدى التونسيين من الشجاعة ما يكفي لكي لا يقفوا في مواجهة بعضهم البعض ولكي تسيل الدماء بين بعضهم البعض. نعم، إلى حد هذه اللحظة
الجميع يطالب رئيس الجمهورية بتسريع خطاه، والجميع يطالب رئيس الجمهورية بتقديم أدلة على أن تاريخ 25 من جويلية وصلت الفكرة تصحيحية فعلا وليست مواصلة للاستسلام. وصلت الفكرة. للأسف الشديد الوقت دهمني، بس باختصار شديد أبو عزيزي، تونس هل ستكون قبر الربيع العربي أم إنها ستكون يعني بداية الانتصار على الثورات المضادة؟ باختصار على ضوء ما يفعله الآن قيس سعيد والأيادي التي تحركه، الأيادي التي تآمرت ضد الربيع العربي. نعم صحيح أن يعني إذا كانت الثورة التونسية أخرجت أنبل ما في التونسيين، فإن صنيع 25 يوليو أخرج أفظع ما في التونسيين. الحمد لله أن الاحتراب الأهلي كما قال المؤرخ الراحل العظيم هشام جعيط: التونسيون حربهم الأهلية كلامية ولا تتحول يعني إلى واقع. لكن فعلا يعني هذه الأجواء المشحونة يراد لها أن تكون تونس مقبرة يعني الربيع العربي كما قلتم، أو يعني مقبرة ثورات المواطنة يعني العربية. لكن الدلائل أنه اليوم يزايدون علينا أنه يعني تظاهرتم يوم السبت الفارط، كيف تقولون انقلاب؟ تظاهر يوم السبت الفارط يشيء أن تونس لن تكون مقبرة الثورات بل ستكون زهرتها. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك حتى اليوم هي للشارع ولأشواق الديمقراطية. ستكون زهرتها. ألف شكر. كان بودي أعطيك الوقت بس دهمنا الوقت. سيد لمين أبو عزيزي من تونس، أشكرك جزيلا.